بيبدأ الفيلم بكوان وبيكون مستني بنته فان قدام مدرستها عشان يجيبوا فستان عشان يعمل لها حفلة للتخرج. أول ما بتركب معاه بتقول له بسرعة عشان المحل هيقفل عشان تشوف مقاس. بيسألها عن خطيبها فبتقول له هتتعرف عليه أكتر مع الوقت. وبيوصلوا للمحل جنب البنك وبتنزل فان عشان تجيب فستان. كوان بيركن العربية، جت عربية من ورا خبطته وبيحصل انفجار كبير وكل حاجة حواليه بتتكسر. كوان بيقع على الأرض وبيتصاب إصابة خطيرة جدا وبيقوم عشان يدور على بنته فان. وفي نفس الوقت في صحفي اسمه لان بتجيله مكالمة من واحد مجهول بيعرف ان هو المسؤول عن التفجير. قال له ان جماعة الاتحاد المستقل هي المسؤولة عن تفجير البنك البريطاني ويستمروا في كل المصارف اللي بتدعم الانقلاب في شمال ايرلندا. وقال له على كلمة سر عشان قبل اي تفجير هيتصل ويقول له عليها. لان جري على مديره وبلغه على المكالمة. المدير بيأمرهم على جمع كل المعلومات الممكنة عن جماعة الاتحاد الديمقراطي المستقل. الشرطة والاسعاف بيروحوا مكان التفجير عشان يسعفوا الناس. كوان بيلاقي بنته فان لكن بتكون ميتة. الجماعة اللي بتكون مسؤولة عن التفجير بيتابعوا كل حاجة بتحصل في الأخبار. اتكلموا مع بعض إنهم مش لازم ينبهوا الحكومة عن أي حاجة هتحصل لأنهم هيتعلموا الأدب. يكونوا فرحانين إن الأخبار انتشرت بسرعة وناس كتير ماتت. نروح لليام نائب الوزير وما بيكونش عارف أي حاجة عن اللي حصل. يعرف كل حاجة من التليفون ومراته بتكلمه تقول له في ناس كتير عاوزاك كمان عاوزين يوصلوا لك، ولكن بيقول لها أنا مشغول في اجتماعات كتير، لكن في الحقيقة مشغول بخيانتها مش في اجتماعات زي ما هو بيقول. بيروح للوزارة وبيتكلم واحدة اسمها كاثرين بتكون شغالة مع الحكومة البريطانية. طلب منها انها تطلع قرار عفو عن 40 واحد مجرم. قلت له ان هم متهمين في جرائم قتل، فقال لها انا عارف وابن اخويا من ضمنهم وعشان القرار ده هيفرق معاه جدا. الضباط بيروحوا لكوان بيرجعوا له اغراض بنته اللي لقوها في الانفجار. قال لهم انا عاوزكم توصلوا للي عمل كده، فقالوا له اكيد احنا بندور واكيد هنوصل لهم. ونائب الوزير عمل اجتماع مع رؤساء الاحزاب وبدا يسالهم عن كل المعلومات اللي عرفوها عن الحزب الاتحاد الديمقراطي المستقل. عرف منهم انهم مدعومين من سلطه الشباب وبقول لهم ده عيال متهوره. طلب منهم قائمه بكل الاسلحه اللي معاهم خلال اسبوع عشان يعرف كل القنابل اللي تنفذ بها التفجير نقصت من عند مين، وبيعرفهم ان الخاين موجود في وسطهم. وده بروملي قائد هيئه مكافحه الارهاب وبيكون متابع للقضيه بتاعتنا. نعرف انه كان سارق الموتوسيكل اللي نفذ بيه العمليه وان وشه مش باين. وجاله تليفون من السكرتير بتاعه وقال له ان دي 5 مرة كوان يجي ويشوفه عشان يتكلم معاه. وبروملي بيقعد مع كوان بيديله مبلغ كبير وبيقول له ده صاد انك تقول على كل اسامي الناس اللي عملت كده. لكن بروملي رجع له الفلوس وبيقول له ده شغلنا وما ينفعش ناخد فلوس عشان يعمل كده. بينصحه ان هو يبعد عن القضيه لان الحزب الديمقراطي حزب قوي جدا، هيكون خطر جدا لو اتواصلت معاه. بعد مرور 3 أسابيع من الانفجار يبدا كوان يجمع معلومات كتير عن الحزب الديمقراطي المستقل. شوف لقاء صحفي لنائب الوزير ليام وبيقول فيه انه كان نائب في الحزب ده زمان لكن سابهم من فتره طويله وبيدافع عنهم وبيقول مش هم اللي عملوا التفجير ده. ولكن كوان بيتصل بنائب الوزير ليام وبيطلب منه اسامي كل الناس اللي عملت الانفجار ده، خصوصا انه يعرفهم من زمان وكان عضو معاهم. ليام رد عليه وقال له معلش انا مقدر حالتك وانا شغال في الحكومه واكيد انا ضد الارهاب. وكوان بيقرر ان هو يتصرف من نفسه طالما ما فيش حد عايز يساعده. وبتدخل عليه لان بتلاقيه بيحرق صوره وهو مع عيال. بيقول لها ان هو كتب المطعم بتاعه باسمها وبتقول له انت لازم تبات جنبي عشان توديني الدكتور. ولكن تاني يوم مش بتلاقيه في البيت اصلا لانه كان بيجهز معدات كتير واشترى خط جديد وسافر ايرلندا واجر مكان صغير يعيش فيه. وعمل كل ده عشان يقابل نائب الوزير ليام ويعرف منه مين اللي عمل كده في بنته. بيطلب مقابلته ولكن مديرة مكتبه بترفض وبتطلعه بالعافية. طلبت له الامن عشان يفتشه وبيلاقي معاه حاجات للبيت. كوان بيرفض يطلع وبيعمل دوشة كبيرة وبيطلع له ليام بيلاقي كوان في وشه. بيعرف ان والد ضحية من ضحايا التفجير وعاوز يقابله ضروري فبيوافق يدخله مكتبه. وكوان بيسأله عن اسم الشخص اللي كان السبب في موت بنته. رد عليه وقال له انا معرفش عنهم حاجة من مدة 30 سنة. كوان بيسيبه وبيروح حمام من الحمامات وبيبدأ يجهز الحاجات اللي معاه وقنبلة يدوية. يسيب المكان ويمشي وبعد شوية بيحصل انفجار في المكان. الشرطة جت تحقق وبتسأل ليان لو يعرف اسم اللي عمل كده. قال لهم انا معرفش حاجة والتحقيقات قالت ان التفجير كان بسبب انبوبة غاز. ليان بيأمر رجالته انهم يطردوا كوان بره البلد عشان ما يعملش مشاكل تاني. ولكن كوان كلمه وهدده انه مش هيبطل لو ما قالش اسماء الناس اللي عملت كده. ليان كلم بيلي ابن
ابن اخوه عشان يساعده في القبض على كوان. بعدها رجاله ليام بتشوف سلك متوصل في تانك البنزين بتاع العربيه، بيفكروا انها تنفجر ولكن بيلاقوا ورقه مكتوب عليها الاسامي. ليام بيعرف ان كوان قريب منه جدا وممكن يقتله، بس رجاله ليام بيقدروا يحددوا مكانه وفعلا بيلاقوه وبيحاولوا يقبضوا عليه، ولكن بيقاومهم وبيهرب منهم. ولما بيروحوا لليام وبيقولوا له، ليام بيعرف انه مش راجل عادي. سن بيسافر ايرلندا ويروح لليام وبيقول له انت لازم تسافر لندن، وطلب منه انه يروح لبروملي ويتكلم معاه ويراقب ويتابع التحقيقات. وتاني يوم ليام نزل الشارع عشان يتمشى شويه، وفعلا راح مطعم يقابل واحده صاحبته اللي بيخون مراته معاها، وهو قاعد بتوصل له صورته من رقم غريب، وكوان هو اللي بيراقب كل تحركاته وهو كمان اللي بيصور. قال له كمان انت هتجيب اسماء الناس ديت ولا انشر الصور في كل مكان. في الوقت ده سن راح لندن وقابل بروملي وقال له ان جماعه الحزب الديمقراطي ملهاش دعوه بالتفجير، عمل كده جماعه متمرده عنهم محدش يعرف، عندهم خطه جديده عشان يعرفوا مين اللي عمل كده، وهي ان الحزب عمل كلمه سر جديده ووزع على كل جماعه كلمه سر مختلفه. بعد العمليه الجديده الصحافه هتتبلغ بكلمه السر، كده يعرفوا مين اللي نفذ عمليه التفجير. بروملي بيوافق على الكلام ده، لكن قال له بشرط ان ليام لو عرف مين اللي فجر يبلغنا على طول عشان نقبض عليه. بيوافق سن وبيرجع ايرلندا عشان يبلغ ليام، لكن ليام تحرك في بيت في مزرعه بعيد عشان خايف ان كوان يوصل لعنده، وفعلا كوان بيكون مراقب كل تحركاته وفعلا بيحط له قنبله وبيفرقع كل المزرعه في ليله واحده عشان يعرفوا ان هو ممكن يوصل. كوان بيطلع من البيت وبيأمر ان الحراسه تكون شديده شويه لان كوان مش هيسيب. لما الحراسه بتزيد بيفكر نفسه ان هو كده في امان، وتاني يوم بيحصل انفجار جنب المزرعه، ويلاقي ان القنبله اتفجرت عن بعد، وبياخد عربيه وبيدخل جوه المزرعه يدور عليه لانه عارف انه اكيد مستخبي جوه الشجر. كوان بيكون عامل حسابه وعامل فخاخ كتير في المزرعه. جيم مساعد ليان بيقدر يسيبه في كتفه برصاص، بيقدر يهرب منهم، وليان بيقول لجيم انا هكلم سن يجي يساعد عشان يقبضوا على كوان، ولكن سن كان بيخون مرات ليان في بيته، وكوان بيكون في المزرعه وبيعالج نفسه، وليان بيحاول يعرف اي معلومه عن كوان. فضل يدور لحد ما لقى ملف فيه معلومات كتير عن كوان، وعرف انه كان جندي ده مكغرث وبيجي يزور ليان كل فتره. ليان قال له انا عارف انت جيت ليه وعارف السبب اللي خلاك تيجي. قال له كمان انا عارف مكان مخازن الاسلحه، كمان الاسلحه الناقصه دي من المخازن بتاعتك. ماك قال له انا هخبي الموضوع ومحدش هيعرف عشان هفضل ادعم الاتحاد. عصب عليه ليان وقال له احنا كان اتفقنا ان احنا نخوف الناس مش نقتله. قال له كمان ان الموضوع كبر قوي ووصل لحد عندي شخصيا والضرر كده هيكون كبير. قال له ماك ان المسؤولين هم اللي بيدونا الاوامر، والاحسن انك تخلص من الراجل اللي بيراقبك ويطاردك كل شويه بدل ما يفضحنا. واول ما رجع للمكتب بتاعه وماك قفل الباب، واول ما بيقعد بيلاقي كوان طالع من جوه بمسدس وبيهدده ورابط حزام ناسف حواليه. كوان قال له انا عاوز اعرف الاسماء دلوقتي. ليان بيقول له احنا كنا عاملين خطه عشان نعرف مين اللي عمل كده، لكن الاتحاد عمل كلمه سر جديده ووزع على كل جماعه كلمه سر. بعد العمليه الجديده الصحافه هتتبلغ بكلمه السر، كده هيعرفوا مين اللي عمل عمليه التفجير ده. كوان مشي وقال له انا هجيلك تاني بعد يوم واحد. بعدها بيحصل تفجير ضخم في شوارع لندن. اللي عمل التفجير ده اتصل بليان وقال له ان خلاص مفيش كلمه سر والخطه باظت. وبعدها سن بيوصل ايرلندا عشان يدور على كوان ويخلص منه. بعدها الحارس بتاع مرات ليان بيقول له شاف سن طالع في الاوضه بتاعت المدام في الفندق، ونزلوا بعد ساعتين. وهنا ليام عرف انها بتخونه، وقبل ما ياخد اي موقف روملي اتصل بيه وقال له انا عارف مين اللي ورا التفجيرات واكيد ماك، لانه شافه في الكاميرا وهو قاعد مع صاحب الموتوسيكل وعرفته من العلامه اللي في ايده. قال له قدامك 30 دقيقه لان في طياره عسكريه هتقبض على ماك. قال له قدامك اختيارين، يا اما تتحبس معاه يا اما تخليه يعترف على كل المعلومات اللي يعرفها. ليان راح لماك وهدده بالسلاح وقال له قول على كل الاسامي اللي شاركت في الانفجار وكمان اماكنهم، ومن ضمن الاسماء بيلاقي اسم السكرتيره بتاعته اللي كانت واقفه جنبه عشان تعرف عنه كل حاجه. يقتل ماك بعد ما خد كل المعلومات اللي يعرفها وقالها لبروملي، وكلم سن وقال له على كل الاسماء اللي قتلت فان عشان كوان لو مسكه يقدر يهرب منه. فعلا كوان مسك سن لكن مش بيرضى يموته، ولكن بيتكتفوا في الشجر. وسن قال له ان كل الاسماء والاماكن بتاعتهم موجوده على تليفوني، وفعلا خدهم وخلاه يمشي. وسن رجع لليام وقال له ان كوان عرف كل حاجه، اكيد قال على خطه كلمه السر قدام مراته لانه محدش يعرفها غيرنا، وهي كانت بتشتغل لحساب ماك. وتاني يوم الشرطه كانت واقفه قدام بيت الناس اللي كانوا عاملين التفجير، وهم مستنيين الوقت المناسب اللي هيهجموا عليهم فيه. نفس الوقت كوان كان عامل نفسه عامل بتاع غاز، راح لهم الشقه بحجه تسريب الغاز، وطلبوا منه انهم يفتشوا
فتش الشنطه، ولما فتشوها لقوا سلاح، ويفضل يتعارك معاهم ويفضل يضرب فيهم واحد واحد لحد ما تيجي رصاصه في السكرتيره. بيمشي قبل ما يجوا الظباط اللي بيكونوا عارفين ان في تفجير تاني، واول ما بيهجموا عليهم بيسالوا السكرتيره لو تعرف مكان القنبله التالتة. قالت لهم هي مزروعه في الجهاز اللي مع ليان الصحفي اللي هيسافر روما. الحكومه بتوصل المطار وبيخرجوا الناس وياخدوا الجهاز اللي فيه القنبله وبيرموه بعيد عن الناس عشان ينفجر من غير اصابه. ليام كان مفكر ان القصه خلصت، ولكن السكرتيره قبل ما يموتوها اعترفت عليه وقالت ان هو شريك في كل التفجيرات اللي حصلت. ولكن ليام كان متفق مع سن ان هو يقتل مراته عشان ما تعترفش عليه. فعلا قتلها، وكوان راح لليام للمره الاخيره قال له ان البنت اللي كانت معاك في الصوره هي اللي كانت واقفه مع المتفجرين. كوان قال له انا عرفت انك ورا كل اللي حصل، وخلاه ينزل الصوره على النت عشان الناس كلها تعرف الحقيقه. وكده كوان خد حقه وحق بنته، وكده تكون نهايه الفيلم. وانا بصراحه صعبت عليا قوي السكرتيره والطريقه اللي ماتت بيها بشعه قوي. سلام.